صدام يعود إلى الواجهة والصهاينة يعزفون على أوتار الشبيه. ليلى عبد اللطيف المنجمة الذي ذاع صيتها بعد دخول أمريكا إلى الشرق الأوسط والسيطرة عليها من أجل تمرير معلومات مخابراتية تأتي من الموساد ومن CIA لليلى عبد اللطيف. هذا ما تريد العزف عليه هذه المخابرات، والتي تريد تمريرها عبر هذه المنجمة. كما أن CIA أخفت صدام حسين الشبيه في سجونها من أجل أن تلعب وتجعله ورقة رابحة لديها. نعم، في آخر تنجيم لها قالت ستظهر شخصية على العلن، وهي في اعتقاد الناس جميعا أنها قتلت ومن مدة طويلة. ليلى عبد اللطيف وتنبؤات غير مسبوقة وغير متعارف عليها، وإخفاء معلومات لا تريد إظهارها. لماذا يا ترى؟ الأنظار والإعلام تتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة. كان قد انتشر خبر اغتيالها ووفاتها حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن وعلى الإعلام، مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع. وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي، مما سيفضح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبها وللوطن العربي. وأنا بقول أنه بعده عايش. يعني في صدام حسين، معمر القذافي، بن لادن، عماد مغنية. لم تصرح. لماذا؟ لأنها تعلم أن الشخصية هي صدام، وهذا عنصر المباغتة يجب أن يكون، لأن العنصر مخابراتي وليس إعلامي. أما عن أية صدام تتكلم، هو الشبيه الذي تعزف عليه المخابرات العالمية من أجل زجه في المنطقة وفي الشرق الأوسط، لأنهم يحتاجون إلى هذا العنصر، ولا يحتاج هذا لمفهومية ولا علم. فإن ليلى تقرأ ما كتب لها على أوراق. أمريكا توسع رقعة الحرب كي يخف الضغط على الصهاينة من قبل المقاومات الإسلامية. إسرائيل ستسقط وستتجه إلى العرب المناصرين سيقاتلون معها، وهذا ما سنشهده في الأيام القليلة المقبلة. فعلى المؤمنين التوقي الحذر، لأنها الحرب قد بدأت فعلا ونحن في داخل المعركة، وسيقودها من الطرف الإسرائيلي ابنهم المدلل ديفيد إيرين إيتال عبد الفتاح السيسي، وهذا هو اسمه الحقيقي. المخابرات المصرية قدرت ترصد الكود لاسم عبد الفتاح السيسي الحقيقي، اسمه ديفيد إيرين إيتال، وهو إسرائيلي ويهودي مصري. نجحت المخابرات الإسرائيلية في توصيله لأخطر منصب اللي هو منصب رئيس مصر، والمهمة الموكلة إليه من أخطر المهام في العالم. برقت ورعدت وأمطرت، والعالم يترقب حدثا عظيم، وكتاب السيناريوهات بين بوليود وهوليود للخروج بحل أمثل. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هنالك معلومات مخابراتية ترسل من قبل المنجمة ليلى عبد اللطيف، منها مقتل الرئيس الإيراني، وأحداث بين السياسة والاقتصاد ولا يجيدها إلا خبراء الاقتصاد. فماذا يعني؟ وهذا اللقاء شنو قالت عن ليلى اللي تطلع تنجم وتقول راح تصير كارثة بفلان بلد، وراح ينقتل فلان واحد، وراح يسوون فلان شيء، وراح يصير حريقة سجن. سوالف مال مخابرات مو مال رب العالمين. يعني ماكو، حتى الملائكة ما عندهم هاي المعلومات، بس عند ليلى. تمام. وهي كانت قبل ترقص ويا نانسي عجرم. ما ادري الله ليش يدز معلومات لذني اللي ليش ما ادري. هي تلقاها كانت مسجونة طلعت صارت منجمة مال ابراج. هي تلقاها كانت
طلعت قالت لك اني الشيخة فلانة. هي كانت مسجونة دعارة. معه دولار يشتري عقارات أو ذهب، فلوس ما يخلي ورا. معظم دول العالم، والأسباب بتشكل مفاجأة كبيرة، وذلك أرى أن شبكات الإنترنت في العالم بتواجه خطر الانهيار خلال السنوات القادمة أو المراحل القادمة. انهيار شبكات الانترنت والاقتصاد، وعلى العالم أن يحتفظ بالذهب ولا يشتري الورق، أي أن الدولار سيسقط. وهذا كله هو تنبؤات سابقة. هنالك روايات مثبتة تقول تسقط الرأسمالية بعد الشيوعية، والعالم يترقب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سقوط أمريكا، والكيان يوسع رقعة الحرب من أجل السيطرة على المنطقة وإشعالها بيد الحلفاء العرب الذين هم خانوا القضية، فسقوطها الحتمي يعطي اندفاعا لحرق المنطقة، فالسقوط حليفها وسيبقى الصراع عربيا عربيا. مع العلم أن صدام حسين الحقيقي قتل، بقي الشبيه، وليس شبيها واحدا بل هنالك أشباه بصدام حسين، وأيضا هنالك أكثر من 1000 شخص عراقي يقلد صوت صدام بصورة دقيقة، وهذا يعرفه الكثير لدينا في العراق، أما في بقية الدول لا يعلمون هذا. فكل صوت يشبه صوت صدام يعتقدونه هو صدام حسين. كما أن لعبة الأمريكان على الصوت والاتصال مع ترامب من قبل صدام حسين هي لعبة فاشلة لا تنطلي إلا على الذين يجهلون العراقيين. من يسمع الصوت ومن يعرف صدام فيعلم أن هذا حتى لا يعرف من هو صدام عندما قلد الصوت، فقط تقليد صوت لا شيء أكثر من هذا. فلا يطرئ ولا يخطر على بال بشر أن صدام حسين سيكون بهذه الوضعية. أهلا ترامب. Saddam, since you will be released, do you want to send a message? رسالتي للعرب أن ينتهي حكمي سنة 2024، والرسالة الثانية لأهل العراق أني راجع للعراق بحيل الله، أحاسب كل اللي غدر بينا والعراقيين. والله قلبي يحترق كل يوم من أشوف العراق يتدمر وينباق، وعمري هسه وصل 84. فلصدام حسين أسلوب خطابي معروف لا يتلائم مع المكالمة التي حصلت مع ترامب. لكن لاحظ عزيزي المشاهد أن الأمريكان يعزفون على أوتار الشبيه، أما العراقيين فيعلمون أن الشبيه موجود وهنالك أكثر من شبيه، وأن صدام الحقيقي قتل. كيف تثبت هذا الكلام يا سيادة المحقق؟ نعم، سأثبت لكم بالدليل القاطع. في روايات كثيرة موجودة لدينا، ولكن هنالك كتاب اسمه الملاحم والفتن. ماذا يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا الكتاب؟ ونحن نعرف علي أمير المؤمنين وخطبه وكتاباته وتأويله لكل الأحداث، ونحن على يقين ونؤمن كل الإيمان بكلام أمير المؤمنين علي عليه السلام. انظروا ماذا قال: يحكم العراق رجل قوي الساعدين له رجال أشداء، يحكمه من عام إلى 40 عام، اسمه من 4 حروف يذيق الشعب كأسا مصبرة، فيقتل بين خانقين وجلولاء، ويأتي بعده الرجل الأشهب فيقول الناس يا ليت كان حكم الطاغية موجودا. فحكم العراق 40 عاما،
فمن أتى بعده بريمر الحاكم المدني الذي حكم العراق لمدة أشهر، وسمعنا الكثير حين قالوا يا ليت كان حكم الطاغية موجودا، وهذا التعبير الدقيق جدا لقول أمير المؤمنين علي عليه السلام. من هنا نعلم أن صدام حسين قد قتل، ولكن هنالك أشباه لصدام حسين موجودين في أمريكا، وهذا ما كان يعزفون عليه الأمريكان واليهود من أجل خلخلة المنطقة. وقد لاحظنا عزيزي المشاهد أن رغد صدام حسين خرجت أكثر من لقاء، وخرجت وهي تصرح أن صدام حسين ما زال حيا، وهي تصرح أنها كانت على اتصال بصدام حسين، وهي تصرح بأن لها عودة إلى العراق وستشيع أبيها تشييعا مهيبا. وهذه التصريحات المتناقضة بين هذا وذاك، وهذه هي تصريحات من قبل CIA، ولكن تطلع على لسان رغد صدام حسين. صرحت الحكومة العراقية بأن صدام حسين الذي عدمته هو نفسه صدام حسين حسب DNA. أما من يعلم الحقيقة فلا يهمه كل التصريحات مهما كان شأنها ومن أي جهة تصدر. فقطعيا صدام حسين قتل ولم يبقى إلا الأشباه، وهذه الأشباه مهمة لدى الأمريكان واليهود للعب على أوتار هم يريدونها، كما يضغطون بها على بعض الشخصيات العربية والعراقية، وذلك لأن هذه الشخصيات جاهلة بمعنى الكلمة وتجهل ما دار وما يدور. أما حين خروج هذه الشخصية الشبيهة لصدام حسين، من يا ترى سيسندها؟ هنالك جهات ستسندها مع علمها بالحقيقة واليقين أنه ليس صدام حسين، ولكن عداوة في العراق، ولأنه يعادي العراق سيكون من أول الناصرين له والمساندين مثل آل سعود وملك الأردن والإمارات ومصر وبعض الدول العربية سياسيا والقادة منهم، وهذا لأنه سيحقق مآرب لإسرائيل وأمريكا وأيضا لبعض الجهات العربية المعادية إلى العراق. The third person that we want to honor is the Crown Prince of Saudi Arabia. I want to take a moment to explain to you why we're honoring His Excellency the Crown Prince. There is no leader in the Muslim world that has influenced the decisions that are being made to move the Muslim world to support the State of Israel more than this Crown Prince. He may not be taking the credit for it, but I can tell you, having met with him, he is, in fact, the key person that's leading. When I